على مدار أسبوع كامل ومدينة عفرين في ريف حلب تحت رحمة قذائف وصواريخ المعارضة السورية الإسلامية، حيث أن أغلب مصادر هذه الصواريخ من مدينة أعزاز من قبل الكتيبة 13 التي أطلقت زائر الشهداء، وذلك انتقاما من عرض الجثث التي قامت بها وحدات حماية الشعب في المدينة. أما مصدر القذائف الآخر ومنه تقصف به مدينة عفرين من جهة دارة عزة من قبل الجبهة الإسلامية، أما الجهة الثالثة من قبل جبهة النصرة من قرية أطمة. أما اليوم فقد تم استهداف المدينة ب4 قذائف من نوع كاتيوشا، 3 منها سقطت على أرض الزراعية وواحدة على مبنى داخل مدينة عفرين كانت قيد الإنشاء. ومن جهته هدد قائد كتيبة 13 بذبح الشيوخ والأطفال والنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا. أنا القائد العسكري أبو عمر الحمصي للكتيبة 13 أعلناها على الملأ، نعاهد الله ثم أهالي الشهداء أننا لن نرفع سيوفنا عن رقاب هؤلاء المجرمين الذين مثلوا بجثث شهدائنا حتى نذيقهم العذاب الأليم، وإننا سنبدأ بمسلسل من القصف ودب الرعب في قلوبكم، ونعدكم كما مثلتم بجثث شهدائنا الأبطال سنمثل بجثث أطفالكم ونسائكم وشيوخكم، وأنتم يا حزب الPKK والPYD سترون منا ما لا تتمنون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يذكر أنه قد حددت مهلتين من قبل الجماعات الإسلامية لوحدات حماية الشعب، الأولى 24 ساعة لتسليم الشاحنة والسائق التي نقلت بها جثث مقاتليهم، أما الثانية ف48 ساعة من أجل فتح طريق لنقل الوقود إلى مدينة إدلب. وما زال الأهالي ينتظرون مصيرا مجهولا بسبب تساقط القذائف على المدينة، وبغياب حل قد يتم فيه حماية أرواح الأهالي من جحيم القذائف. خاص لبريس 23 عفرين.